في ملوك خلدهم التاريخ. ملوك حاول التاريخ يدفنهم وينساهم. ملك قال لأقوى كهنة في مصر: خلاص انتهى زمانكم، ونادى الناس كلها وقال إن مفيش غير إله واحد بس هو اللي بيخلق النور والحياة. الكهنة شافوه كافر والناس خافت منه، بس هو كان شايف نفسه نبي أو يمكن إله. في الحلقة دي يا صديقي هنحكي قصة الفرعون اللي جلب مصر كلها رأسا على عقب، وهو إخناتون. المعابد مليانة ذهب، والكهنة ليهم كلمة أقوى من الملوك نفسهم، والناس بتعبد عشرات الآلهة: رع وحورس وإيزيس وأمون سيد الكل. مش الاتحاد سيد البلد، لا، أمون سيد الكل. ماشي، ده انت كافر. وفي وسط كل ده يظهر شاب غريب، شكله كده مش زي باقي الفراعنة، ملامحه مختلفة، مش واصين بالمعنى المعروف، لكن عيونه فيها نظرة عميقة كأنه شايف اللي مش شايفاه الناس. الشاب ده اسمه أمنحتب الرابع، ابن الملك أمنحتب الثالث، واحد من أعظم ملوك مصر، ابن الملك الأقوى. أبوه كان حاكم قوي، وأمه الملكة تي كانت ست ذكية جدا، ليها نفوذ سياسية كتير. ومن صغره إخناتون ما كانش بيهتم بالجيش ولا بالحروب، كان بيحب التأمل والرسم والموسيقى، كان زي كده مطران خليل مطران يعني، لو ما تعرفوش يعني. وده طبعا كان غريب جدا بالنسبه لفرعون المستقبل. بعد وفاه والده اعتلى العرش. الناس كانت مفكره خلاص ان ده ابن الملك أمنحتب الثالث، الملك القوي، اكيد هيكمل مسيره ابوه او هيكمل طريق ابوه، هيمشي على نهجه، يعني هيبقى قوي وبتاع وهيقوي الجيش. ولكن لا، اللي حصل غير كده خالص. بدا يحس ان عباده كل اله لوحده دي، يعني مجموعه تعبد اله، ومجموعه ثانيه تعبد اله ثاني، ومجموعه ثالثه تعبد اله ثالث، هكذا يعني. بدا يحس انها نفاق وملهاش لازمه. والكهنه كمان كانوا بيخوفوا الناس وبيسيطروا على الشعب باسم اله واحد اسمه امون، والناس كانت بتخاف اكتر ما بتؤمن. الكهنه كانوا مسيطرين عليهم. ومن هنا بدات الفكره الخطيره، فكره اله واحد يلم الناس دي كلها، والناس تعبده مش تخاف منه. اله هو اللي خلق كل حاجه، اله مش بيحتاج كهنه ولا قرابين ولا تماثيل، اله موجود في النور، في الشمس، في الحياه نفسها. ده كان فكر إخناتون يعني، مش انا اللي بقول. وسمى الاله ده آتون، قرص الشمس اللي بيمنح النور لكل الكائنات، وقال للناس هو ده الاله الحقيقي. طبعا يعني الكهنه اتصدموا، يعني ايه واحد من نسل الملوك يجي يقول ان مفيش غير اله واحد؟ ده ضد كل العقيده اللي ماشيه في مصر من الاف السنين. بس اخناتون كان مصمم، اعلن رسميا ان عباده امون الاله القديم اللي كانوا بيخوفوا بيه الناس اكتر ما بيخلوهم يعبدوه انتهت رسميا، وامر بمسح اسم امون من كل النقوش والمعابد. عايز يخلي الناس تنسى حاجه اسمها امون، حتى من الجدران اللي كان مكتوب عليها اسم امون بالحجر. اعلن الحرب رسميا من الكهنه طبعا، وده كان بمثابه حرب دينيه حقيقيه. بعد فتره قرر إخناتون يعمل خطوه جريئه محدش عملها قبل كده، قال انه هيسيب طيبه وهيعمل عاصمه جديده بعيد عن كل نفوذ الكهنه، واختار موقع في الصحراء ما بين طيبه ومنف، وسمى المدينه دي أخيتاتون، يعني افق اتون. ودي بالمناسبه اللي بنسميها النهارده تل العمارنه. هناك بنى معابد ضخمة بدون سقف عشان أشعة الشمس تدخل وتنور المعبد كله. قال لهم إن أتون مش بيتعبد في الظلام، ده النور نفسه، فعشان كده خلى المعابد من غير سقف عشان لما تظهر الشمس تدخل للمعبد تنور المعبد كله. وفي المدينة دي عاش مع نفرتيتي مراته اللي كانت أكتر من مجرد ملكة، كانت شريكته في الفكرة، في العقيدة، كانت بتظهر معاه في النقوش، بتشارك معاه في العبادة، بتعمل معاه كل حاجة حرفيا. وده عمره ما حصل قبل كده لامرأة في تاريخ مصر. بس إخناتون زي ما قلت جه غير مصر 180 درجة. نفرتيتي كانت جميلة جدا، بس الأغرب إن إخناتون كان بيظهر معاها في مواقف عادية، بيمسكوا إيدين بعض، بياخدونا أولادهم، ده كله عن نقوش. عيلة عادية، حياة عائلية بسيطة، مختلفة تماما عن الملوك زمان اللي كانوا بيتصوروا دايما كآلهة. في الوقت ده حصلت حاجة تانية غريبة، الفن كله، التماثيل ما بقتش واقفة بطريقة متجمدة زي زمان، لا، ده بتتحرك، بقى فيها حركة ومشاعر وتغيرات حقيقية. وده عصر فني يعتبر من أغرب العصور اللي مرت على تاريخ مصر، عصر العمارنة، سماه على اسم العاصمة بتاعته. وطبعا الحكم ده مش هيرضى ناس كتير، بالذات الكهنة والناس اللي كانت تابعة للكهنة، فعشان كده الكهنة والناس دول جلبوا على إخناتون. الجيش اتضايق، الكهنة اتعفرتوا، والناس بتسأل ليه فجأة اتغير كل حاجة؟ ليه ما بقوش يسمعوا عن أمون؟ ليه الآلهة اختفت من المعابد؟ ليه البلد ضعفت اقتصاديا؟ إخناتون كان مهتم بعبادته لآتون لدرجة إن هو قاعد بس بيعبد آتون، وكارف لكل حاجة، الحروب والسياسة زي ما شفنا. وعشان كده البلد ضعفت اقتصاديا والناس ما بقتش عاجباها الحكم. حدود مصر بدأت تتهاجم
والامبراطوريه طبعا اللي بناها اجداده بدات تنهار. في الوقت ده الناس بدات تكره حكمه، معظم الناس ولو ما يكونش كلها كمان بدات تكره حكمه. كل ما الكهنه يشوفوا فرصه ينشروا اشاعه ضده عشان عايزينه يمشي، فطبعا كل ما ينشر اشاعه فالناس تتضايق اكتر فيقوموا عليه اكتر فاخناتون يمشي، لحد ما البلد فعلا بقت على حافه الانهيار. خلاص مصر بتنهار، يعني كل حاجه بتحصل في مصر بتنهار وهو برضه لسه قاعد بتعمل ايه وبعبد الاله بتاعي اللي هو اتون. قلبك عامر بالإيمان. لا إله إلا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. وهنا التاريخ يسكت، مفيش مصدر واحد بيحكي نهايته بالتفصيل. في اللي بيقول انه مات فجأة، وفي اللي بيقول انه مات مقتول، وفي برضه اللي بيقول ان في طبعا مؤامرة حصلت جوه القصر فعشان كده اخناتون اختفى، وان الكهنة اتفقوا مع الجيش عشان يخلصوا منه. وفي برضه نظريات بتقول دي الحالة غريبة يعني ان مراته نفرتيتي اختفت قبله اصلا فترة قليلة قبل ما هو يختفي. هل مات ولا اتقتل؟ الله اعلم، محدش يعرف حاجة لحد دلوقتي. اللي نعرفه دلوقتي ان بعد موته حصل انقلاب كامل، رجعت الكهنة السلطة لنفسهم، رجعوا عبادة الإله آمون ومسحوا كل أثر لإخناتون من التاريخ. تماثيله كلها اتكسرت، اسمه اتشال من الجدران واتمنع ذكره نهائيا، لدرجة إن بعد قرون في ناس فاكرة إن أصلا مفيش حاجة اسمها إخناتون، لحد ما جه علماء في القرن التاسع عشر وبدأ يكشفوا أسرار العمارنة اللي بناها إخناتون. نقوش غريبة، تماثيل مختلفة، واسماء ما حدش سمع عنها قبل كده. ولما جمعوا القطع دي كلها مع بعضها اكتشفوا قصه الملك اللي حاول يغير دين بلد كامله. وبعض العلماء قالوا حاجه غريبه جدا، ان اخناتون اول من دعا للتوحيد في التاريخ الانساني، يعني قبل الاديان السماويه بقرون. وفي ناس قالت انه كان نبي مرسل فعلا، لكن الرساله ضاعت بسبب مقاومه الكهنه والناس اللي هجموا عليه. وفي ناس برضه قالت انه كان مجرد ملك حالم عنده مجرد بس جنون العظمه. اراء كتير، بس مهما كانت الحقيقه ان اخناتون ساب بصمه في التاريخ محدش قدر يمسحها. غير الفن، غير الدين، غير طريقة تفكير المصريين أصلا. وبالرغم من إنه حاولوا ينسوه هو رجع من تحت التراب بعد آلاف السنين يحكي لنا بنفسه قصة أول ثائر في التاريخ. ملك شاف النور فافتكر إن هو النور. يمكن كان مجنون أو يمكن كان نبي، بس الأكيد إنه كان الملك اللي ظن نفسه إله. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة أو فيديو النهاردة عن إخناتون. نشوفكم الحلقات الجاية، فما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب في القناه لو عجبك الفيديو. وبس كده، اشوفكم الحلقات الجايه. سلام.